البيت بيولع من تحت ومن فوق، والبيت التاني بيولع لوحده، مش عارفين ايه اللي بيحصل، وفي اصوات غريبه والبيبان عماله تتفتح وتتقفل. تحذير: لو بتخاف الفيديو ده زائد 18 سنة اخرج منه قبل ما يبدأ. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عندك جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه خش سيب تجربتك هتنزل بفيديو. احداث قصتنا النهارده حصلت في الفيوم، والبيوت كانت بتولع، مش بيت ولا اتنين، دول اكتر من 3، واهل البلد اللي في الفيوم عاشوا في رعب لفتره طويله قوي. اول ما الاحداث بدات معاهم بدات ان هي حرقت اوض نوم وحاجات كده في شقه في بيت العيله. يعني الموضوع كان بسيط، يعني قضاء وقدر، واللي بيحصل الحرائق ده عادي. الموضوع ما كانش مشكوك فيه انه ممكن يكون مصدر جن او عفاريت او ارواح سكنت البيت او دخلت البيت او موجوده في البيت اصلا، والموضوع عدى خالص جدا من غير اي شيء، والموضوع عدى طبيعي. بعد كده كل شيء اتغير بعد ما ولعت في اوضه النوم، ولعت في اوضه الاطفال وكلتها بالكامل. وعلى فكره كل ما كان حد يحاول يمسك جرد الميه يحاول يطفي النار ما كانتش بتطفي بسهوله، بصعوبه، وفي اوقات النار ما كانتش بتطفي. وعلى فكره برضو في ناس قالت ان ما كانوش بيشوفوا اصلا نار، يعني في ناس قالت ان احنا ما شفناش نار، احنا كنا نعرف ان في حريقه نجري على الحريقه، عقبال ما نفتح الباب او نكسر شباك ونخش نشوف النار نلاقي عباره عن نار كانت والعه شديده بس صافيه، كل حاجه متاكله، وفي ريحه دخان مزعجه، اللي بيخش جوه لو ما قدرش يتنفس ممكن يفطس جوه يموت. بعد ما ولعت في الشقة دي بالكامل بدأ ان الموضوع يهدى خالص، وبدأت ان الموضوع كده تشك فيه، لان ده بيت عيلة قديم. قالوا اكيد 100% الكهرباء عندنا شديدة والسلوك ضعفت، لان البيت بيت عيلة وبيت قديم. فراحوا جايبين تاني يوم بالظبط واحد للكهرباء يغير كهربة البيت كله من لمبة لحد سكينة صغيرة، ما يسيبش اي شيء، لان هم تعبوا نفسيا في اول اسبوع مروا بيه من كتر الحرايق. وبعدين جابوا شيخ اصلا واثنين وثلاثة، لان في ناس اقترحت عليهم ان ده ممكن يكون شغل جن وعفاريت ما يكونش شغل بشري، لان الناس دي لو كانت ناس مش كويسة كانوا ممكن في الوقت ده يشكوا ببعضهم ان هم اللي بتحصل كده، لان الحاجة ما سكتتش على كده، دي الحاجة نقلت على شقق تاني من بيت العيلة، يعني كانت بتوقع النسوان في بعضيها بالعربي كده. بس طبعا هم كانوا عايشين مع بعض ومتربين طول العمر، وعرفوا ان الموضوع ده مش موضوع ان احنا نعمل كده ببعضينا، مش هنوصل كده حتى لو زعلانين مع بعض. المشكله مش في اللي انا بحكيه لكم ده كله، المشكله دلوقتي في حاجه واحده بس. الناس في البلد اللي هم فيها لما عرفوا ان الموضوع مشكوك فيه ان 100% ده شغل جن وعفاريت، بعد ما كانت الناس بيسمعوا ان في حريقه عند بيت كذا كانت الناس كلها بتبدا تتحرك، اللي يعرف واللي ما يعرفش بيروح يعمل الخير ويطفي النار. اول ما الناس بدأت تحس ان الموضوع في جن وعفاريت بدأ مفيش 1% بيروح، بدأ اصلا ان الاهالي بقعد في البيت اول ما يقولوا في حريقة في المكان ده خلاص على كده اقعد في مكانك ده شغل جن وعفاريت. الموضوع اتشهر جدا، اهل البيوت دي تعبوا جدا، كل ما شيخ يجي يقول لهم الموضوع خلاص مش هيتكرر تاني وكل شيء انتهى، واول ما الشيخ يمشي يعدي عليه تاني يوم تروح جايه مولعه في حاجة تاني. اول ما النار خلصت بيوت العيلة كلها بتاع كل اللي متجوزين فيهم بدأت انها نقلت على عمارة تاني، طبعا دي طبعا من الحاجات الجديدة، مبنية جديدة وكلام من ده، بدأت ان هي تنقل فيها، بس ما نقلتش من فراغ. اهل البيوت دي كان لهم برضو افراد من العيلة مسافرين بره مصر في دول عربية شغالين، لما عرفوا ان الموضوع كده ما سابوش اخوهم الكبير في الازمة دي في البلد لوحده، ده نزلوا وجابوا معاهم واحد شيخ من بره مصر، جه قعد في العمارة اللي قلت لكم عليها يومين. لمدة اليومين
يكون البيت ما بيحصلش فيه اي شيء ولا حصل اي حاجه، بس بعد ما كانتش بتولع في العماره اللي الراجل فيها، بعد ما الراجل سافر بعد مرور 5 ايام وقال لهم مفيش حاجه هتتكرر، الشقه اللي كان الراجل قاعد فيها الساعه 5 الفجر في عز الشتاء والنهار بيطلع، تروح النار ماسكه فيها بالكامل. مش كده، خلي بالك في ناس بتقول ان احنا شفنا البلكونات بتتقفل لوحدها، وشفنا من خرام البلكونات ان في كور رايحه جايه في الشقه مولعه بتولع في الشقه. بعد ما ولعت في الشقه كلها تاني يوم المغرب السطوح كله يولع بالعشش اللي عليه كله. وعلى فكرة في ناس قالت لي في كومنتات لفيديو كنت منزله عن الموضوع ده من زمان ان الموضوع ده كان في حد من اهالي البيت بيحس ان حاجة هتحصل بس في حاجة رابطة لسانه ما بيقدرش يتكلم، وكان بيحس وعينيه تحمر ويبقى عاوز يتكلم وما كانش بيقدر يتكلم الا لما الحاجة تحصل. كانوا عايشين في رعب. بدأت كده الموضوع مخلص على فكرة بالكلام ده، لا ده الموضوع لسه جاي فيه كتير قوي قوي قوي. الناس ده عاشت في رعب لان الموضوع مخلص كده. ده كان في عمارة تاني النار ولعت فيها كلها، كلتها دور دور سطح سطح. حتى النار لما بدأت بيوت الناس دي بس، بيوت الناس دي بس على فكرة ال3 بيوت، وعلى فكرة ال3 بيوت كان بيجي عليهم ايام وبيولعوا في وقت واحد، لدرجة ان كون الناس تطفي الحريقة في البيت العمارة دي يروحوا بيت العيله جري وبعدها على طول يطفوا البيت التاني، يطفوا البيت التاني يقولوا البيت التالت ولع. وفجأة البيوت كانت الناس بتبقى واقفة في المنطقة ال3 بيوت مولعين. بعد كده ال3 بيوت كانوا بيبقى مولعين ومفيش حد واقف، لان الناس بدأت ان هي ما تروحش نهائي مهما يكون بيحصل في البلد ايه. ولما الناس بتروح بتبقى ناس غريبة مش من المنطقة معدية بالصدفة، بتبقى رايحة على حس ان في حريقة بيجروا عشان يتدخلوا في الخير. واللي بيعرف بعد كده ان هو راح مكان كان بيحصل فيه كده بيقول انا لو كنت اعرف قسما بالله العظيم ما كنتش هروح. وده كده اول اسبوع في المشكلة دي ونخش على تاني اسبوع اللي كان عبارة عن جحيم. تاني اسبوع يا جماعة حصل ايه؟ ان الحيطان ذات نفسها لما ما لقيتش حاجة في البيوت تولع فيها وتاكلها، بدأت ان هي تولع في بنطلونات مرمية في الارض وحاجات متبقية من الحريق القديم وكده. برضو لما ما كانتش بتلاقي الحاجات دي كانت بتولع في البلوك الابيض، لدرجة ان احنا كنا بنقف نقول الله اكبر قدام البلوكة وهي مولعة. ازاي بلوكة مرمية بقالها اكتر من سنة او على حسب هي مرمية يكش تكون بقالها ساعة، ازاي البلوكة اصلا تولع؟ الرعب كان ماسك الناس. الناس بدأت ان هي تعمل ايه بقى بعد كده؟ بدأوا ان هم عشان محدش يعني محدش بيروح لهم، الناس بدأت تخاف زي ما انا قلت لكم، بدأوا يجيبوا براميل يأجروها او يشتروها ويوزعوها في كل ادوار البيت العيلة والعمارتين، عشان بعد كده محدش يصوت. الموضوع بقى عادة عندهم خلاص اتعودوا على كده. جابوا البراميل وكل ما النار تولع يطفوها هم، البراميل يفضل يعبوا البرميل، وقعدوا هكذا. وكل ما شيخ يخش خلاص الموضوع ان شاء الله خلص، وتاني يوم يحصل هكذا والبيت يولع لحد لحظة الصفر لما لقينا حاجات غريبة بتحصل وكائنات غريبة بدأت خيالات تظهر على الحيطان ومن ورا الشبابيك، وبدأ ان تحس كده ان الكائن قدامك بيبص لك كده برعب. وفي يوم على فكرة في الايام برضو قالوا احنا برضو نشوف الكهرباء تاني ايه بس كهرباء بعد اللي احنا قلنا ده كله يا جماعة؟ ايه يا جماعة بس كهرباء ايه بس؟ هم برضو قالوا لازم نشوف الكهرباء. الناس يئست، فاهم يعني ايه يا اللي بتسمعني؟ الناس يئست. عارف يعني ايه لما يجيبوا اكتر من 100 شيخ وكل ما واحد يجي مفيش حاجة هتحصل وتاني يوم البيت يولع؟ الناس دي من كتر اللي حصل معاها كنا بنشوفهم في الشارع يا مرعب ماشيين في الشارع بعد ما الحاجة تطفي يضربوا كف على كف ويقولوا نعمل ايه يا رب
يا رب نعمل ايه يا رب. شفت الناس وصلت لايه؟ اللي باعت التفاصيل بيقسم بالله ان هو كان بيشوف الحاجه دي بعينيه، وان هو اصلا حضر اكتر من مره وطفى اكتر من مره. وعلى فكره يا مرعب، انا برضو يا مرعب كنت عارف ان الموضوع فيه جن واتشهر وقنوات التلفزيون جت للموضوع ده على فكره، وصحفيين وشيوخ كبيره قوي برضو اتدخلت وده. وعلى فكره على ما قال ان الاستاذه ريهام سعيد اصلا اتدخلت في الموضوع ده، وهي اللي جابت واحد في النهايه خالص ان هو اللي خلصه. بس خلصه ازاي ربنا اللي يعلم. وبرضه هنكمل الفيديو عشان فيه بيانات كتير. لما جابوا بقى بتاع الكهرباء مره تانية، النار ولعت والكهرباء اصلا مطفيه وبتتغير. ولعت بتاع الكهرباء مسكين خد جرد الميه وجاي جري عشان يخش الاوضه اللي النار مسكت فيها، وفجاه وهو داخل على باب الاوضه واخد الجرده في حضنه وداخل، الباب يتقفل في وشه، يخبطه في الحيط اللي في ظهره في الجنب التاني، يفقد الوعي مره واحده. بعد كده الحريقه طفت، خد حاجته ومشي وقال لهم يا جماعه اللي بيحصل ده شغل جن وعفاريت فعلا، مش شغل كهرباء خالص. انا فاصل سكنت الكهرباء الرئيسيه بتاع البيت والنار ولعت وانا كنت هموت دلوقتي. بتاع الكهرباء بعد ما مشي بساعة التلات بيوت كانوا عبارة عن نار جهنم من جحيم، حيطان وأي ورقة لو كان في قشرة في الأرض كانت مولعة. عبارة عن 3 بيوت مولعين قدامنا والنار بتفحم في الحيطان، لدرجة من كتر ما النار كانت ماسكة في الحيطان الأساسات بتاع السملات بتاع اللصق ما بين كل دور ودور كانت السياخ الحديد بانت، والنار كانت واكلة فيها من شدتها، لدرجة ان محدش كان قادر انه يخش يطفي ولا شبر. وعلى فكرة وهنطفي ايه؟ كانت كل الناس بتخش يا مرعب اصلا على الاوضة مهما كب مية اكنك ما بتكبش حاجة، لازم انت تقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، وتفضل تكبر شوية تلاقي النار بدأت تهل والدخان راح وكل حاجة قلت والموضوع هدي. بس ما بيهداش على طول، ده وقت معين لما نروق بس كده الدنيا ونعوض ربنا ونصبر الناس مساكين. بعد كده مفيش ساعة والنار تولع في بيت تاني. حد هيقول لي دلوقتي طب النار بتولع في بيت تاني وانت بتقول لي الشارع عامل زي سوق الجمعه من البشر، محدش راح، الناس ما عندهاش دم. لا الناس عندها دم بس الناس كانت خايفه. وعلى فكره الشارع بيبقى النار مولعه ورايق، الناس كانت بتبقى كتيره، الناس كلها كانت تبقى كتيره لما كانت تطلع اشاعه ان في مذيع او مذيعه زي ريهام سعيد من التلفزيون جايه تصور وجايبه معاها حد يحل الموضوع، كان يبدا الشارع يبقى فيه ناس عددهم كتير فعلا. ولو حصل حاجه على فكره كانوا بيقفوا يتفرجوا برضه، ما كانش بيعملوا حاجه لان الناس دي كانت خايفه. وعلى فكره هي عربيه الاستاذه ريهام سعيد فعلا جات ومعاها مصور، بس ما حدش شاف الاستاذه ريهام سعيد، بس كان في حد عضو مجلس شعب محترم كان في قريه في الصعيد بيحصل فيها اللي كان بيحصل للثلاث بيوت دول، بس القريه دي كانت بتولع كلها مره واحده. طبعا الراجل ده طبعا عضو مجلس الشعب اللي خلص الموضوع ده، فراحت جايه الاستاذه ريهام سعيد متواصله معاه وفعلا قدرت انها توصل الراجل لحد المكان. والراجل لما يخش البيت طبعا الناس كانت متجننه وعايزه تخلص الموضوع، ما صدقوا شافوا واحد زي ده وواحده زي الاستاذه ريهام سعيد هي اللي جايبه، ولا مذيع ولا حد مشهور، ومعروف ان هو مخلص موضوع اشد من ده قبل كده. القريه اللي كانت بتولع في الصعيد انا كنت منزل لها فيديو على القناه، يبقى خش شوفه وهسيبه لك برده في الديسكربشن تحت. فالمهم يا جماعه نكمل بقى قصتنا. بدات بقى الشيخ يجي يخش، اللي كان تعبان من الولاد في البيت، طبعا كان في ولاد كتير وناس كتير كانت تعبانه نفسيتها تعبانه، واللي طبعا ايه كان ملموس واللي كان ملبوس بحاجه صغيره كده. فطبعا الشيخ اول حاجه قدر ان هو يعملها اول ما يخش لم كل الاطفال والشباب ورجاله البيت كلهم، تم تحصينهم بالقران وعلاجهم. بعد كده يا مرعب بدا يخش بيت بيت واوضه اوضه وشقه شقه وهو ماشي ساكت، واحنا بس ماشيين وراه 2 مش لما. وعلى فكره ما كانش فيه مصور تلفزيون معانا ولا حد، الراجل ده ما بيصورش مع تلفزيون، بس هي ريهام سعيد جت بعد ما هو خلص الموضوع صورت، يعني مش هي بقى المصور بتاعها جه خد اكتر من لقطه من على الحيطان وكده وكده وراح جاي ماشي. بس الراجل دخل البيت حته حته وسبحان الله الموضوع خلص فعلا. بس سالنا الراجل ايه السبب، قال الموضوع هيخلص ومحدش يسال عن السبب. الراجل متمكن وقدر ما شاء الله انه يخلص الموضوع
لان هو كان مخلص موضوع في الصعيد، يعني موضوع اكبر من ده، قريه كامله كانت بتولي علينا، منزل لها فيديو، يبقى خش اسمعوه بفكركم تاني. والقصه اللي جايه مؤلمه. وعلى فكره برضو يا جماعه الراجل خلص الموضوع وكل فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه، خش سيب تجربتك هتنزل في فيديو.